ارجع صلي. من افضل القرارات اللي هتاخدها في حياتك وهي انك تصلي. لو انت ما كنتش بتصلي فدي فرصة كويسة جدا ليك انك ترجع تصلي تاني. طب لو كنت بتصلي بس منقطع، ارجع صلي برضو، وان شاء الله باذن الله ربنا يثبتك وتبقى منتظم في الصلاة. ليه طيب تصلي؟ اول حاجة لان احنا مش عارفين احنا هنموت امتى، يعني محدش معاه المعرفة من اول ما يتولد ان هو هيموت امتى. تاني حاجة الفترة ديت زاد قوي موت الشباب. ربنا يحفظني ويحفظكم جميعا يا رب. بس انا بتكلم في ايه؟ ان محدش عارف نهايته هتبقى ايه ونهايته هتبقى امتى. فلما تصلي انت يعني كده، يعني زي ما نقول ايه، دي البداية للطريق الصح. يعني هو طريق، يا طريق صح يا طريق غلط، فاهم؟ فلما تصلي دي البداية للطريق الصح. هتلاقي نفسك بقى بتاخد حاجات كتير جدا كويسة، بس اهم حاجة ان انت تبدأ تصلي علشان ربنا يحفظني ويحفظكم. الصلاة هتخليك عندك طاقة روحانية كبيرة جدا، هتساعدك في طاقتك النفسية، دي أول حاجة. تاني حاجة هتحميك من عذاب القبر أو من يعني حياة البرزخ لما يكون في القبر وكده. أما تكون بتصلي أفضل من إنك ما تكونش بتصلي، تمام؟ وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لازم تصليها في وقتها، دي أول حاجة. طيب الصلاة هتعمل لك إيه تاني في حياتك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبرضه هتخليك إيه؟ ما تعملش حاجات وحشة في حياتك وتنهيك عن أي فحشاء أو أي منكر. وعايزك تفهم حاجة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي ديت الصلة ما بين العبد وربنا. فيعني أنت لما بتصليش انت كده بتقطع الصله دي خالص. اللي هو انا مثلا بحب مثلا فلان فعايز اكلمه، صح؟ فهتصل بيه اكلمه، او هروح للمكان اللي هو عايش فيه، صح؟ دي الصله اللي بيني وبينه، ان انا هوصل له، صح؟ طب لما انت بقى تقطع الصله بينك وبين ربنا، فاهم؟ انت كده يعني ما بيخليش في تواصل خالص، بتقطع الصله، ودي حاجه وحشه. يعني مش حاجه وحشه، الصلاه اصلا من اهم الحاجات اللي في الدنيا. يعني لو قارنتها باي حاجه الصلاه اصلا ما تتقارنش، فاهم؟ يعني الصلاه اساس كل حاجه في حياتك، وهتحميك من اي شر في حياتك، وهتساعدك في كل حاجه. واصلا الدنيا دي يعني مش، ما تفتكرش ان احنا هنعيش مثلا، هنعيش كام؟ 60 سنه 70 سنه يا عم 100 سنه، تمام؟ مقارنه بالاخره ولا حاجه، فاهم؟ حاجه بسيطه. انا مش شيخ ولا جاي اقول لك صلي لان انا بصلي ومنتظم لا، انا مش بقول لك كده يا عم. حتى لو انا مش بصلي انا بفيدك، انا الحمد لله بصلي، بس انا بقول لك حتى لو انا مش بصلي انا بقول لك كده استفيد، فاهم؟ يعني اعمل حاجه لنفسك. انت لما تصلي، انا مثلا مش هخش الجنه، يعني انت لما